عمرك سألت نفسك مرة ليه لما بتفكر في حاجة معينة وليكن جزمة ولا ساعة معينة وتفتح الفيسبوك فبتلاقي إعلانات ليها كتيرة جدا، سواء للجزمة أو للساعة؟ هل في حد مراقبنا ولا في حد شايفنا ولا احنا مسحورين ولا ايه السبب بالظبط؟ لا يا سيدنا، هو الموضوع أبسط وأعقد من كده بكتير جدا، وهو في عبارة عن كلمة واحدة بس، وهو الخوارزميات أو الألجوريزم. خليني احكي لك النهارده القصه من اول الخوارزمي بتاع القرن التاسع الميلادي لحد النهارده اللي بتسمى الالجوريزم الخاصه باعلانات الفيسبوك والتيك توك وانستجرام وكل الحوارات دي. بس ما تنساش لايك وكومنت كلمتين. اذهب الانترو وارجع تاني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده متينه متبرمجه، حلقة من حلقاتنا اللذيذة الممتعة إطلاقا، وهي بعنوان الخوارزميات أو الألجوريزم. في سنة 2012 في شركة اسمها تارجت من الأمريكية، من خلال حواراتها عرفت إن في فتاة حامل. أستغفر الله، لا مش اللي في دماغي خالص. طب عرفت إزاي إن هي حامل وقبل ما والديها لين يعرفوا أصلا، قبل ما أبوهم ما يعرفوا؟ السبب ببساطة جدا هو عبارة عن الخوارزميات. خوارزميتي والله اتضح ان هو اخر مبيعات ليها في الفترة الاخيرة كانت عبارة عن ملابس ومواد منظفة ملابس وحاجات زي كده، فاكتشفوا ان يا باشا ان هي تحليليا كده ان هي حامل. بس الموضوع ببساطة جدا. فخلينا فجأة كنت اقول لك ان الموضوع ده مش بالبساطة او مش بالصدفة البحتة اللي انت بتخيلها، ان من الموضوع ده يا باشا مبني على ترتيبات ومعادلات بعضها بتديك نتيجة متوقعة. وخلينا فجأة اقول لك ان ده اصبح العالم اللي احنا عايشين فيه حاليا، عالم محكوم بمعادلات محكمة وصعبة. التي تعرف عنك أكتر ما تعرف عن نفسك. فبعيدا عن التعريفات السطحية، الخوارزميات في علوم الحاسوب هو نظام وقرار، وهي مش عبارة عن خطوات لعمل قهوة ولا آيس كوفي، لكن هي محاكاة للمنطق البشري ولكن بسرعة الضوء. قبل ما نخوض في الكلام خلينا نعرف الأول يعني إيه الخوارزميات أو يعني إيه ألجوريزم. بالراحة كده يا سيدنا، ببساطة شديدة هي عبارة عن خطوات متتالية لحل مشكلة ما. ولنفترض قلت لك كمثال كده يا باشا، عايزين نعمل كوباية شاي. المطلوب منك هتجيب المج ده اولا، ثانيا هتحط المكونات بتاعت الشاي من شاي وسكر في المج فده ثانيا، بعد كده تحط المية السخنة فده ثالثا، اما رابعا فهتقلب وتشرب الشاي. انت كده بس عملت ايه؟ انت عملت خطوات وصلت النتيجة اللي هي كوباية الشاي. هل انت كده عملت معجزة؟ لا، بس ده هي عبارة ديت فكرة الالجوريزم ببساطة، انك بتديها شوية معلومات او شوية بيانات اللي هي عبارة عن المدخلات، فهتعمل معالجة وهتعمل تحليل لهذه البيانات وهتديك المخرجات. بس خليني اقول لك يا سيدنا ان الموضوع بدأ من زمان حبتين، في القرن التاسع الميلادي، وهو اول واحد اسس علم الجبر وهو الخوارزمي محمد ابن موسى الخوارزمي. واللي بالمناسبة البحتة واللي انت اكيد واخد بالك منها ان اشتق اسم الالجوريزم اللي هو الخوارزميات من اسمه محمد الخوارزمي. هتقول لي طيب يا مدارك هو كان بيحلل الانستجرام وتيك توك في الوقت ده؟ اقول لك لا يا عبيط، وانما كان بيعمل على حل معادلات صعبة ومعقدة. فهو بعلمه وبفحلوته او يعني بتعليمه اللي يقدر يوصل له، قدر يحط قواعد ثابتة ومعادلات وحلل هذه المعادلات علشان يوصل للي احنا وصلنا له النهاردة من تطور في التكنولوجيا دي كلها. واللي بسبب الخوارزميات ديت قدرنا نعرف النهاردة او نتعرف النهاردة على اي برمجيات جهاز في الدنيا. زي ما قلت لك يا سيدنا ان الخوارزميات بتشتغل بحاجه اسمها الالجوريزم. طيب الالجوريزم ده بيشتغل في اي جهاز كمبيوتر ازاي؟ عباره عن مدخلات، معالجه، وبعد كده مخرجات. هي عامله بالظبط كده يا سيدنا زي موظف بصمجي بس شاطر، بس ملوش فيها، هو بيحاول بس ان هو ينفذ لك التعليمات وبس. طيب ايه هي الداتا اللي ممكن تغذي الخوارزميات ديت؟ ببساطه شديده وهي عباره عن لايكاتك، كومنتاتك، شيراتك، دي كلها بتغذي الداتا او تعتبر دي الداتا اللي بتغذي عليها الخوارزميات. دي اول خطوه. تاني خطوه هي البروسيسنج او المعالجه. عرفنا عايزين نعرف ان بتعمل فيها ايه؟ ببساطه شديده هي تعتبر منطقه تحليل. والله كمثال بسيط، اديتك فيديوهين اتنين، تمام؟ حضرتك فتحت الفيسبوك، فيديوهين اتنين دول عباره عن الفيديو الاول عن القطط اللي هو بتاع الذكاء الصناعي اللي هو الترند المشتهور ده يا باشا، انك بتتفرج على الفيديو يا باشا للاخر. الفيديو عباره عن 3 دقايق بس هتسمعه للاخر. الفيديو تاني يجي عباره عن فيديو كوره، وليكن لحبيبنا محمد صلاح، بس انت مش غاوي كوره، عارفك مش غاوي كوره، بتحب الذكاء الاصطناعي انت.
فبتبص يا باشا ليك من تاني ثانية قلبت الفيديو. فكده هنا حصل معالجة بسيطة، فهمت ان الشخص اللي قدامي ده عرف ان هو يا باشا بيحب حوار القطط بالذكاء الاصطناعي، مش حب الفكرة خالص اللي هو فكرة الكورة، بس حب القصة. خلاص اديله فيديو كمان، فليك قاعد برضه تتفرج عليه في فيديو كمان فتتفرج عليه. ففهم يا باشا ان انت دماغك خلاص عايز حوار القطط طب هو بيعمل كده ليه اصلا؟ خليني اقول لك فاجئك يا باشا ان هو بيعمل كده علشان يحافظ على وجودك في البرنامج ده او في اي برنامج عموما، ان انت تكون موجود فيه لاطول فترة ممكنة. ومعنى وجودك لأطول فترة ممكنة وده اللي هو الخطوة الثالثة، وهو القرار أو الديسيشن. يعتبر إن أنت باشا خلاص أنت فضلت، المهم تفضل قاعد. يا باشا عايز كورة هجيب لك كورة، عايز قطط ذكاء اصطناعي هجيب لك ذكاء اصطناعي، اللي أنت عايز محتوى هادف هيجيب لك محتوى هادف على حسب ما دماغك توديك. هو ماشي معاك لأن هو هدفه الأول والأخير والأسمى إنك تفضل موجود في البرنامج ده. بص يا سيدنا للجانب المرعب والمريب والمفيد من هذه الخوارزميات. ببساطة شديدة نقدر نستخدمها في الطب. في خوارزميات دلوقتي بتشخص أمراض السرطان، الكلام ده بدقة أعلى من اشتراها دكتور كمان. بالفعل بتكون شافت آلاف الصور قبل كده بالنسبة لأي سرطان كان. برضه ممكن لها إفادة تانية في حتة التجارة. عندك مثلا مثال بسيط، شركة أمازون بتعرف أنت هتطلب إيه من قبل ما أنت تطلبه، من خلال بس إنك تمشي بالماوس بتاعك أو من خلال بحثك على موقع أمازون مثلا. وتالت حاجة وده الأهم واللي احنا بنسعى كلنا عشانه في السوشيال ميديا، إن هي بتنجح وتفشل اللي هي عايزاه على مزاجها على حسب المشاهدات واللايكات والكومنتات. فأنت لو أنت شايف إن المحتوى ده هدف وعملت لايك كلمتين وسمعت الفيديو، مش هقول لك كله بس سمعت الفيديو لأطول وقت ممكن، هيحاول إن هو ينشر لك الفيديو لأن هو يا باشا عارف إن أنت المحتوى ده هدف أو المحتوى ده بيحب حد تاني يسمعه. بس يا سيدنا ما تقولش ان انا بهبل عليك وبفتي اي فتي وخلاص. بص الموضوع ببساطه شديده في دراسات اثبتت ان الحوار ده مهم جدا. في جامعه ستانفورد اثبتت ان خوارزميات فيسبوك تقدر تعرف شخصيتك وتتوقع تصرفاتك احسن من اصحابك لو حللت لك بس 70 لايك. تخيل معايا لو حللت لك اكتر من 300 لايك هتقدر ان هي تحلل شخصيتك وتقرب تبقى قريب لشخصيتك اقرب من شريك حياتك. متخيل وصلنا لفين؟ بالنسبة لتأثير التيك توك، ففي دراسة أثبتت إن خوارزميات التيك توك تعتبر من أشرس أنواع الخوارزميات في العالم، وده طبعا لأنها بتعتمد على اهتمامك اللحظي مش بس اعتمادك على الناس اللي أنت بتتابعهم، وده اللي بيخليها تسبب إدمان رقم حقيقي. لكن هل في المطلق يا سيدنا هل الخوارزميات دي شريرة؟ خليني أقولك إطلاقا. بل إن في دراسة في جامعة اتعملت برضو في جامعة ستانفورد، وهنا قال لك إن هي تفوقت الخوارزميات على دراسة حاسوب على أطباء الجلد تشخيص مرضان السرطان من خلال هل هو مرضان سرطان الجلد ده من خلال الصور، ويعني طلعت نسبة السرطان بنسبة 90%. اللي في دراسات كمان أثبتت إن بلغت دقتها ل95%. وفي النهاية صديقي العزيز وسيدنا الغالي أحب أقول لك إن الخوارزميات مش شريرة، ولكن أنت بطبعك وأنت بنفسك اللي بتتحكم فيها. إن كنت عاوز محتوى مفيد وهادف فأنت بلايك منك أو بكومنت منك أو بمشاهدتك بس للفيديو هتقدر إنك تنتشر وتنشر هذا الفيديو. أما إن كنت مش تبغي المحتوى الهادف وتبغي المحتوى التافه الهشك بشك فده اللي هينتشر وده اللي هيسود بعد كده، فما ترجعش تلوم على الخوارزميات بعد كده. يا باشا أنت اللي بتبني مكتبتك بنفسك، لو عايز تبني مكتبتك بمعرفة وعلم وحاجة تستفاد منها بعد كده وتؤجر عليها بعد كده بنفسك فانت اللي هتختار ده بنفسك. اما كنت عايز الهشك بشك اللي احنا قلنا عليه والتفاهة والترندات فبرضه هو اللي هينتشر، لان الاول وفي الاخر هدف الخوارزميات انها تبقيك انت في البرنامج ايا كان البرنامج هو، بس تبقيك ان انت تكون في اكتر وقت في البرنامج سواء بقى من وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك انستجرام فيسبوك، المهم تكون اكبر وقت موجود على هذه المنصات. وده سبب خليني اقول لك ان هي باشا بتمنع عنك المحتوى السيء بالنسبه لك. يعني زي ما قلنا في مثال القطط الذكاء الاصطناعي ديت، لو لقيتك ان انت مهتم بس هي مش اهتمت ان هي تعزلك ده هتلاقي ان انت قفلت البرنامج، فده هيضر بخوارزمياتها شخصيا. وانت حاول هدفها في الاول وفي الاخر ان هي ترضيك انت بس. يعني كومنت سلبي مش عاجبك ممكن تلغيه عشان حضرتك ما تزعلش وما تتقفلش من البرنامج وتطلع، فممكن تخفيه عنك يا باشا بس انت ايه تكون موجود في البرنامج. بس كده حبيت افيدك ولو بمعلومة، ولو انت اتفقت ولو بالمعلومة ما تنساش لايكك المتين وكومنتك الرائع دعما لنا
متنساش تشترك في القناة. كنت معكم مدارك. اصنع شخصيتك بنفسك، وإلى الله ألقاكم. سلام.